السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بتسأل بتقول إن هي اتخطبت وبعدين اتكتب كتابها وبعدين راحت اشتغلت في مكان المفروض باقي شهور على الجواز. اتعرفت على واحد زميل ليها في الشغل، أبدى اهتمام بيها، من الآخر اتعلقوا ببعض وقال لها أنا بحبك وهي قالت له أنا بحبك. وخطيبها ده هي مش حاسة ناحيته بمشاعر. خلي بالنا إن هو دلوقتي قانونا وشرعا جوزها، بس لسه جوزها ولم يدخل عليها. طيب بتسأل بقى اعمل ايه؟ خلي بالنا دي مشكلة بتقع فيها كثير من البنات. انت دلوقتي اتخطبتي، الشخص ده اكيد انت كنت شايفاه شخص كويس، في مشاعر في قلبك ناحيته، وافقتي على كتب الكتاب، بدأتوا في تجهيزات الجواز. ليه بقى تفتحي قلبك لحد تاني؟ المشكلة هنا فين؟ المشكلة هنا نفسية شوية. لما بندخل في مرحلة التجهيزات بيبقى كلنا مشغولين ومضغوطين نفسيا وبتحصل خناقات، فيجي بقى الذئب الأبيض الجميل اللي هو بقى ايه، كلامه حلو ومهتم وبيعرف يحتوي كويس. البنت غلطانة بنسبة 100% ان هي تفتح مجال لأي حد، لان هي دي علاقة سهلة، علاقة ما فيهاش مسؤوليات، ما وراهوش شقة بيجهزها ولا ايجار هيدفعه ولا كوشة ولا فستان فرح ولا تجهيزات دي كلها. مش مضغوط، انسان رايق. فتقوم هي تحس ان ده انسان جميل، والبنت بتفكر بعاطفتها اكتر من عقلها، فتقوم تكنسل الاولاني وترجع للتاني. فلما تدخل معاه في مرحلة الجد هيحصل نفس اللي حصل. فبنقول لأي بنت اتخطبت او مكتوب كتابها او في حد قرا فتحتها، اقفلي الباب، ما تفتحيش الباب لحد. الشخص اللي اشتراكي ودخل البيت من بابه وبدأ يتعب ويبذل مجهود هو ده اللي يستاهل. الشخص اللي جاي يهزر ويضحك والحياة فن وجميلة ما فيهاش اي مسؤوليات، ده علاقة هتكون علاقة فاشلة في المستقبل. اقفلي قلبك وما تفتحوش لحد، ولو في حد في قلبك ما تدخليش حد تاني علشان ما نجيش بعد كده الحياة الزوجية تبوظ وترجعي للي انت اتجوزتيه اللي انت كنت متعلقة بيه قبل كده. فنتقي الله عز وجل، لان المصايب كتير والمشاكل كتير، فمش مستحملين ان احنا نبوظ مستقبلنا بحاجة تافهة. وفي الاخر هي مشاعر متقلبة مش حاجة اساسية. فبننصحها طبعا ان هي تقفل الباب ده وتركز مع خطيبها وتستغفر الله عز وجل من كل تواصل حصل، وتتوب لربنا سبحانه وتعالى من الذنب اللي هي عملته، وربنا سبحانه وتعالى يوفقها للخير ان شاء الله.